وصفتنا اليوم مكبوس اللحم الكويتي. أنا استخدمت هني لحم عربي، غسلته عدل مدل، بعدين شلت الزفرة وحطيت جزرة وبصل وراس ثوم عشان تطير الزفرة، وحطيتها البهارات الحب مكتوبة. نضيفه ونخليه لين من يستوي. الحين الحشو نقطع كذي، يعني شوية وسط، وأخلي ما جيسه ولا أحركه لمن يتكرمل الطبقة السفلية. بتقولون فوق ما يستوي، بلا يستوي، بس ياخذ لون. نضيف له ربع كوب ماي ونحركه. أنا هني كرملت البصل، أبي طعم الكرملة يصير بالحشو. تبون تكرملونه أكثر هم يصير، بس أنا أحب لونه يكون أشقر. عقب ما كرملناه أضيف له ملعقة سمنة، يعطيه طعم وايد حلو. بعدين أضيف بهارات البودر، نحمسه دقيقتين. بعدين أضيف النخ يكون مسلوق 3/4 استوى، وكشمش. طبعا الكشمش لازم يكون مغسول. هني المقادير على كيفكم، بس أنا استخدمت تقريبا 5 بصلات. تبون النخ زيادة، تبون الكشمش زيادة، براحتكم. نرجع حق اللحم، نملح اللحم ونخليه 5 دقايق. بعدين نشيله برفق بملاس عود ونخليه على مشخار. نرجع على عيشنا، نخليه سمن وزيت وبصل وفصين ثوم، نحمسهم شوية ونضيف ملعقة صغيرة هيل. بعدين أضيف العيش المغسول والمنقوع نص ساعة، وأضيف عليه ماي اللحم ونوزن الملح ونخليه مكشوف لمن ينشف الماي. بعدين أحط ماي الورد والزعفران، واللحم مني أدهنه بسمنة ومنقوع الزعفران، وأسوي له مساج وأدخله الفرن 10 دقايق على نار عالية فوق وتحت. نرجع على عيشنا مرة ثانية. بعد 10 دقايق خليت عليه الحشو وصفيت اللحم وعلوب الفلفل، الكل ياخذ من طعم بعض، وأخليه نص ساعة لمن يتسكر. وهذا العيش ما شاء الله لا إله إلا الله نثري، وكل حبة بحبتها. نصفه بالصينية، بعدين نصف اللحم عليه والحشو داير مدايرة. شو تحبون تزينون؟ أنا حطيت ليمون شرايح، وانتو براحتكم. وهذه كانت الطلبية عليهم بالعافية.